مساء الخير يا عيال. انا جايه اصيح معاكم. ديت زي ما انتم شايفين الحيطه اللي ورا الحمام في شقه الاسكان الاجتماعي عندنا، ربنا يبارك فيها يا رب. شربت الميه والحمد لله نشفت وكل حاجه. وطبعا بما ان احنا ما عندناش فلوس للصنايعيه فهنعملها بنفسنا. هقول لكم كل الاسعار، هقول لكم جبت ايه، كل حاجه كل حاجه كل حاجه. جبت البتوعتين دول من عند الراجل عشان نقشر بيهم الحيطه ونمعجن بيهم ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا اشيل الزيادات اللي موجودة في الحيطة. عبال ما نشيلها هقول لكم جبت الحاجات بكام. ديت انا جبتها ب 30 جنيه الاثنين. انا قلت له عايز سكينة معجون، قال لي لا يا مدام دي ارخص لك انك تاخدي الاثنين دول. كان زمان بينزل فيهم اربعة وكانوا ب 20 جنيه، دلوقتي بقوا بينزلوا اتنين وب 30 جنيه. فقلت له يلا بينا. اخدت منه وزي ما قلت لكم اقول لكم كل الحاجات. وديت من اكتر عيوب طبعا شقق الاسكان الاجتماعي، ربنا يا رب يبارك طيب طبعا في كل بيوتنا، بس هي من اكبر مشاكلها السباكه يعني. فنزلت على قد ما قدرت كل الحاجات اللي كانت موجوده زيادات. طبعا اللي موجود هنا دوت وانا همعجن عليه دوت هيقع وهنعمله تاني. يعني انا بقول لكم ايه الاخطاء من الاول عشان ما حدش يقع فيها. جبنا بصنفره ب 10 جنيه، ادانا حته حلوه كده. بنبتدي ان احنا نصنفر الحيطة من اي زيادات موجودة عشان تبقى ملساء. الحتة اللي تحت ديت اللي هي فضلت موجودة ما كانتش راضية ان هي تتقشر، بس للأسف لما انا حطيت عليها معجون واداني اللي هو السيلر اللي هو المقاوم دوت، قال لي ان انا دهنه في الاول على الحيطة. دوت كان كاتب لي عليه رقم واحد بقول لكم. وقال لي ان انا ازود على قد الكمية بتاعته، قال لي على قده بالظبط تزودي مية. فانا هنا هعمل هاملة ربع العبوة ديت السيلر دوت وهكمل بيه. هكمل على قدها برضو ميه، وهبتدي ان انا اخلطهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين. ودلقناها وعملت. الراجل قال لي ما تستخدميش عصايه، فالايد الشقيانه احسن من الايد المرتاحه. فيلا بينا. جبت ببتدي ان انا احط الرولة ديت فيها وادهن الحيطة او الجزء اللي هو ايه قبل المعجون. قال لي هو ده اللي بيخلي المعجون يثبت في الحيطة. فعملت كده فعلا وخلصت الحيطة كلها، وبنستنى لما تنشف خالص تماما. وبعد كده جبت المعجون دوت انا جبته ب 40 جنيه العبوة. دوت معجون جاهز كده. كان فيه المفروض ان فيه نوع تاني بودر ونوع تاني جاهز، فانا جبت الجاهز يعني. وطبعا يلا بينا يا ولاد، يلا معجن نشوف المعجون ده بيتعمل ازاي. زي ما احنا طبعا بنشوف كل الممعجنين كل الصناعيه بيعملوا كده، فعملنا زيهم. وعايزه اقول لكم ان انا والله اول مره في حياتي ان انا يعني اعمل المعجون او ان انا اعمل اي حاجه في موضوع النقاشه دي. انا اول مره في حياتي كنت بستخدم خبرات اليوتيوب في الموضوع والحاجات اللي انا كنت بشوف مثلا قرايبي بيعملوا الحاجات ديت. والموضوع بجد سهل. المهم ان ايه، ان من اهم الحاجات فعلا اللي فرقت معايا موضوع السيلر ده. زي ما قلت لكم الراجل اللي هو الموان دوت قال لي ان انا بحطها في الاول عشان تمسك المعجون وتمسك الدهان بعد كده. وهو دوت يعني فكرة المعجون بالنسبة للمبتدئين ان احنا بنحط المعجون دوت على الحيطة بحيث ان احنا نساوي الحيطة ما تبقاش فيها تعرجات يعني. وطبعا بعد ما بينشف المفروض ان احنا بنصنفره تاني. ودوت كده بعد ما انا خلصت. ده كده كنت انا خلصت معجون الى حد ما وخلاص كده. بس طبعا انا هاجي تاني يوم بعد ما تنشف هلاقي الجزء دوت اللي هو جنب الفيشه ده كله وقع. فاهو ده يا دوب هنخبط عليه كده هيقع. فعملته من اول وجديد واستنيته ينشف زي ما انتم شايفين. وقعته واستنيته ينشف. وعملنا ايه تاني جينا عند خطوه الدهان. هو الراجل قال لي ان انا احط نصها ميه، يعني الكميه انا احط عليها نصها ميه. فانا حطيت في نفس الطبق تاني. والحاج صاحب البيت حس ان انا والله كتر عليا فايه قال هيساعدني. حطيت اهو، يعني انا كنت حطيت نص لتر، حطيت عليهم ربع لتر كمان ميه. وبعد كده او انا مش متذكره بس هي كانت نص الكميه تبقى ميه. والحاج صاحب البيت هنا قرر انه يساعدنا زي ما انتم شايفين، ربنا يبارك فيه يا ولاد. ف ابتدى ان هو يقلب. بنقلب. وطبعا انا قلت له ان الراجل قال لي لا احنا نشتغل بايدينا، فاشتغلنا بايدينا فعلا. وبعد كده هيحط اللون اللي احنا عايزين ان احنا نعمل بيه لون الاوضه. انا كده كده كنت عايزه اغير اللون، اعمل لون يبقى ايه حيطه مختلفه يعني. وده بالظبط. وقال لي حطي سيلر كمان على الدهان عشان يمسك. ده الراجل بتاع
الدهانات او الموان مش بتاع الدهانات. اهو ابتدى ان احنا بندرب اللون لحد ما نوصل للون اللي احنا عاوزينه. ونيجي لاجمل فقره مريحه للاعصاب في حاله ان انت ما عندكيش عيال صغير. هنا انا حطيت طبعا في الارضيه جرايد عشان خاطر الدنيا ما تتزروتش، بس طبعا اتزروتت. بنيجي ايه بنمسك الرولة ديت وبنطلع بنركب فيها عصاية المقشة. وطبعا الفيديو هيبقى شارح نفسه بعد كده. خلاص ان احنا بنطلع وننزل نطلع وننزل. وطبعا المفروض ان احنا بنطلع بالرولة مرة والتانية، يعني نعمل بيها جزء من الحيطة والحيطة اللي جنبها، او يعني جزء من الحيطة مثلا اخدنا بارت 1 وبارت 2 بنفس الرولة المرة الواحدة. الراجل قال لي عشان ما تبقاش واحده اخدت لون والتانيه ما اخدتش، لازم الاتنين ياخدوا نفس اللون. ايوه زي ما انتم شايفين كده، نطلع وننزل نطلع وننزل. بحيث ان احنا لما هنجيبها تاني هنحط تاني فيها يعني دهان، يبقى خلاص الاتنين اخدوا وشين. اتمنى ان انا اكون بشرح كويس يعني. وزي ما انتم شايفين فوق، المفروض ان انا كنت اجيب اللي هو اللزق دوت عشان خاطر ان احنا نحدد، بس انا ما جبتش كده. بس ولا يهمنا، انا كان اهم حاجه بالنسبه لي شكل الحيطه يتغير يعني. طبعا مش هو ده اللي هيوقفنا يا ولاد. اهم حاجه ان احنا نخلص الليله الطين اللي احنا كنا فيها ديت. يعني طبعا كان المنظر صعب جدا، وما كانش ينفع ان احنا ناخد اي اكشن في الحيطه الا لما تكون نشفت تماما. وانا هنا معرفتش افك البتاع بتاعه التلفزيون دي، فسبتها زي ما هي لحد ما هو ذا فاينل لوك. انا بصراحه كنت مبسوطه جدا، ايا كان ايه الشكل اللي احنا كنا وصلنا له كان احسن بكتير قوي من في الاول. وانا مبسوطه ان احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نعمل كده لوحدنا. فالحمد لله رب العالمين. بس يا ولاد، وذا فاينل لوك للحيطه. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والفيديو ده من قبل رمضان على فكرة، بس انا قلت اخليه في اولى تحضيرات وحماسيات العيد. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما بيتنا عمرانا بكل خير. وباي باي.